ونختموا هذه المسيره ديالنا، ونتمنى الموت قريبا. ما عنديش الابديه، صافي ملي تسالي باقا واحد شي حويجات معينه خصني نشتغل عليها ونكملها وغادي ننشرها، واتمنى الموت بعدها. لا اريد الابديه ولا اي شيء. اكتئاب اخر، انا مبقيتش كنهضر على التعليم. دابا قولوا لي في هذه اللحظه ملي سالينا العام الان كاين شي نقابات كتهضر على التعليم؟ ولو غا تبقى تنضغ المسكه، لا وجود لها، لا وجود لها. اش غنبقاو نهضروا في الخواوي على التعليم؟ والنقابات انسحبت، وما بقيتش غنصدع راسي مع هذا الموضوع، لانه انا تفرغت دابا لاشياء اخرى كنشتغل عليها ديالي، من امور ديال التاليف. انا غننشر هادشي اللي خدام عليه، قريبا غننشر وراني كنشتغل عليه، ونختموا هذه المسيره ديالنا، ونتمنى الموت قريبا. ما عنديش الابديه، صافي ملي تسالي باقا واحد شي حويجات معينه خصني نشتغل عليها ونكملها وغادي ننشرها، واتمنى الموت بعدها. لا اريد الابديه ولا اي شيء. ثم اخيرا، وهي النقطه الاخيره، عندي وصيه للنقابات ومراكز التكوين. واخا قلت البارح انا غادي نسكت على هذا الموضوع، غادي نجبدها لكم من جديد. مراكز التكوين، نوضوا تناضلوا باش تبقاو تحاوروا مع الوزاره. راكم مع خضره فوق طعام، خضره فوق طعام، لانه اللي كيحسم هو النقابات الخمس والوزاره بكثير من الملفات، ومنها الملفات اللي كتهم التكوين وغيره وغيره وغيره. وانتم كتفرجوا. انا نصيحتي اما فهموا هذه اللعبه، واما انكم خارج الصراع النقابي والوزاري. انا لست متمسكا انا كثيرا بهذه الحياه وراه عجباني ولا ما عرف. انا بحال جبران خليل جبران، ولانني قريته بزاف وقريته بزاف، وبمعنى الكلمه الموت نحملها بين مناكبنا، لا انتظروا يعني هذه الابديه، ولا انتظروا الخلود، ولا انتظروا اي شيء. ما بقات كتنتظر انا حتى حاجه. كل شيء بالنسبه لي سهله، الا كاين واحد دي زونجاجمون، التزامات ديال الحياه مع راسو. وعندي واحد المؤلفات انا كنشتغل عليها باش تخرج فقط. ما بقات عندي حتى شي حاجه من غير هادشي. تحيه لكم وشكرا لكم. هذا اكتئاب.